لما الحق تنتقلين إلى هنا كنت أظن الدار فارغة. أنا آسفة، أنا منفعلة بعض الشيء. لا تستطيعين سماعي؟ بالطبع الراديو سأغلقه. لا مفر أمامي من الاستماع إلى الراديو بأعلى صوته، وإلا لشعرت وكأنني أحشر رأسي في فرن. أنا أحتفظ بالستيريو دائما مفتوح ومدار بهذه الغرفة. هل تسمعين؟ وتدور عندي الآن المسجلة بدون انقطاع في المطبخ. لا 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 لا. وهكذا أشعر برفقة دائمة في أي غرفة أدخلها. كلا، ليس في غرفة النوم، فهذا تجاوز ظاهر للحدود. أنا أحتفظ هنا بالتلفزيون مفتوح دائما ومدار بأعلى صوته. يعرضون صلاة كنيسة الآن. يرتلون باليونانية كما أعتقد، أليس كذلك؟ نعم، أنا أحب الموسيقى، بل وغير الراقصة منها أيضا. موسيقى بل وغير الراقصة منها أيضا. أي شيء اسمه موسيقى، فالأصوات تسلي وحدتي. وأنت ماذا تفعلين؟ عندك طفل؟ ما أسعدك. تصوري أنه عندي طفل أيضا؟ في الحقيقة اثنين. آسفة، من شدة انفعالي لقد نسيت بنتي. كلا، لا يسليان وحدتي. البنت الكبيرة نضجت، وأنت تعرفي كيف تسير الأمور. لديها صديق من جيلها الآن. نعم، الصبي معي، لكنه لا يسلي وحدتي، فهو نائم طوال الوقت ولا يعرف إلا أن ينام. يتذمر، ينام ويشخر. كلا، أنا لا أتشكى. أنا أشعر بأنني في أحسن حال في هذه الشقة الصغيرة، وعندي كل ما أريد. زوجي يعاملني كالعصفور ولا ينقصني أي شيء. يا إلهي، عندي ثلاجة. نعم، أعرف أن الثلاجات صارت شيء عادي، ولكن ثلاجتي بجنب قطع ثلج مدورة. وعندي غسالة 24 برنامج ومجفف. عليك أن تري كيف تجفف الملابس. إذا اضطرت ثانية أن أبلها بالماء لكي أكويها، لأنها بتطلع يابسة كالعظم. وعندي قدور طبخ لا تلصق أبدا. وعندي جهاز ست البيت بكامل ملحقاته، وموسيقى في كل غرفة. فأي شيء أكثر أريده في هذه الحياة. لست أكثر من امرأة. نعم، كانت عندي خدامة، لكنها هربت. أتيت بواحدة أخرى فهربت هي الأخرى. تهرب كل النساء من بيتي. كلا، مش بسببي، بسبب سحري. عاكسهن، تلمسهن، كلهن، فهو لماس. مريض؟ أنا أعترف أنني لا أعرف إذا كان فاقدا لصوابه أم لا، وكل ما أعرفه أنه أراد ممارسة تلك الأمور مع الفتيات. ولم يكن طوقات إليه تماما. عليك أن تري ذلك بنفسك. تقفين هناك منهمكة في شؤونك وتدبير شؤون المنزل، ثم فجأة هنا عليك أن تري يد سهري. أحمد الله يوميا أنه بيد واحدة. ماذا حدث له؟ حادث سيارة. تصوري كيف تتكسر عظام شاب في 30 من عمره، ملفلف بالجبس من راسه لإجريه. جبسوه وهو جالس لكي يتمتع براحة أكبر. وأبقوا له ثقب صغير يعينه على الأكل والتنفس.
ولم يعد يقوى على الكلام ولا يطلق سوى غمغمة مبهمة. عيناهم بقيتا سالمتين ولم يضطروا إلى لفهما بالبلاستر. وعفو تلك اليد السواحة الملعونة طليقة لم يصبها أي شيء، والشيء الآخر أيضا. لا أعرف كيف أعبر لك عن ذلك بوضوح، فهو على ما يرام هناك. ولا فكرة لديك إلى أي حد على ما يرام هناك ويود لو... حسنا، تعرفين ماذا أقصد. فالتجأ إلى القراءة، صار دائم القراءة، يقرأ دائما، يثقف نفسه، وأصبحت غرفته تغص بتلك المجلات المقرفة. تعرفين تلك المجلات التي تعرض النساء بأوضاع مشينة. لابد انها اوضاع غير مريحه تستوجب وضع تلك الفتيات المسكينات في الجبس مثل سهري بعد كل جلسه من هذه الجلسات. كل كتل اللحم هذه والصور الملونه المكبره تبدو وكانها اعلان صادر عن جزار. اعلان صادر عن جزار. التقطت إحداها يوما وقت الغداء فسدت شهيتي وكادت معدتي أن تنقلب. على أي حال، صار علي أن أعتني بسهري بنفسي بعد أن رحلت عنا كل المنظفات، وأفعل ذلك إكراما لزوجي فهو أخوه على أي حال. ماذا تعنين؟ لا، إنه يحترمني لأقصى حد، يسأل قبل أن يمد يده نحوي، يطلب السماح أولا. يرن الهاتف. لابد أنه زوجي إذا اعتاد على مهاتفتي في مثل هذا الوقت. المعذرة لحظة. ألو. نعم. ولكن ماذا؟ أيها الوغد الدار. أعتذر عن بداءتي، فأنا أفعل ذلك عند الاضطرار، أليس كذلك؟ كلا، لم يكن زوجي. لا أعرفه، خنزير يتصل كل يوم، يتصل مرة مرتين ثلاثة حتى 1000 مرة في النهار. يتحدث بأشياء ذاعرة، أشياء حتى لا وجود لها في القاموس. بحثت عنها ذات يوم في القاموس ولكنني لم أقع عليها. مريض؟ اسمعي، أنا عندي مريض واحد أعتني به، ولن أرضى بلعب دور الممرضة مع كل متصاب قدر في هذا البلد. هذا هو من جديد، يريد أن يعرف ماذا أفعل الآن. لن أترك له فرصة التفوه بكلمة. أنا خنزير، أحذرك الشرطة تسجل كل المكالمات، وإذا لم... هلو عزيزي، إنه زوجي. كلا، لم أحاول خيانتك عزيزي. ظننتك الشخص الذي يتصل بي يسأل عنك، يقول أنك مدين له ببعض المال ويكفي أن أطلق كلمة الشرطة لكي أخيفه. نعم. شو؟ ولكن أي رقم ضربت؟ وأنا رفعت السماعة، فأين أكون إذن بحق السماع؟ كلا، لم أخرج. كيف يتسنى للخروج وأنت تغلق علي؟ أي زوج حبيب. لا أتحدث مع أحد. نعم، قلت كلمة حبيب، كنت أتحدث مع نفسي، مع نفسي التي هي حبيبتي. كلا، لا أحد في البيت.
أخوك في البيت طبعا ولكنه نائم. في الغرفة الأخرى. الصبي نائم. نعم أطعمته وأجلسته على النونية. أجلست البيت كله على النونية. باي. أنا سعيدة، سعيدة جدا. نعم، ماذا أفعل لو جاء إلى البيت الرجل الذي يطلب المال؟ أي رجل يطلب المال؟ الرجل الذي يتصل دائما. نعم، سأتظاهر بأنني غير موجودة. أقفل الستيريو، المذياع، الراديو، التلفزيون. جاهزة لتنفيذ أوامرك سيدي. سأخبرك بالحال بالذي سأفعله من أجلك. سأذهب إلى الحمام، أضع رأسي في المرحاض، ثم أسحب السلسلة. أي حل عنعد. المعذرة لحظة. أراك أيها الخنزير. أرى أشعة الشمس المنعكسة من منظارك. هناك فوق لا تستطيعين رؤيته فنافذته أعلى من نافذتك. هذا ما ينقصني اليوم. يقف هناك ويراقبني. يتعثر على امرأة مسكينة مثلي أن تلبس لبسها المريح وتنجز به عملها في حرمة بيتها. ماذا تريدني أن أفعل إذن؟ أنا ألبس معطف وأنا عم بكوي، ولا ألبس نبل التزلج حتى لا أعرف كيف أتزلج؟ الشرطة؟ كلا، لا أستطيع الاتصال بالشرطة. سيأتون إلى هنا ويجلسوني على كرسي الاعتراف بأسئلتهم. إلى أي حد كنت لابسة أو عارية مدام؟ هل أنت متأكدة بأنك لم تغري؟ اعذريني على قولي هذا، ولكن ألا يبدو ذلك وكأنها قضية ستريبتيز؟ إلى أي حد كنت لابسة أو عارية مدام؟ هل أنت متأكدة بأنك لم تغري؟ اعذريني على قولي هذا، ولكن ألا يبدو ذلك وكأنها قضية ستريبتيز؟ ستريبتيز! وتختتم القضية باتهامي بارتكاب أعمال فاحشة. كلا، أنا أعرف كيف أتصرف. تعال يا خنزير، أنا بأذيك! ديني اختفى. ترفعين بندقية فيولي الأدبار. جبان، هيا اخرج من مخورك. هل أضحكتك قليلا؟
تعتقدين أني خرجت عن طوري؟ أن أخرج عن طوري أفضل بكثير من معاودة فعل ما كنت أفعله سابقا. كان يجب أن تري كيف ابتلعت زجاجة من الحبوب المنومة قبل شهرين. كنت يائسة تماما ومستعدة لحز شريان رزقي. الحقيقة لقد فعلت ذلك قبل 3 أشهر. انظري، الندب ما زالت ظاهرة. هل ترينها؟ كلا، لا أستطيع أن أقص لك هذه الحكاية الصغيرة. لورا، إنها شخصية تماما، خصوصية. لم نعرف بعضنا إلا لوقت قصير جدا. سأزيحها عن صدري. كل القصة كانت بسبب شاب كان يصغرني 11 عاما، خجول أخرق نوعا ما، لطيف ناعم، من النوع الذي تشعرين عندما تنامين معه بأنك ترتكبين السفاح. نعم، فعلتها. ماذا فعلت؟ السفاح. حتى لم أخجل من نفسي، حلقت إلى قمة العالم. صرت أغني صبحا ظهرا مساء. حسنا، لم أغني في المساء لأنني أبكي في المساء. لا شاء Kio piango, mia cruda sorte, e che sospiri la libertà, e che sospiri. المعذرة لحظة، إنه سهل يفوقه في طلبي. ما الأمر يا عزيزي؟ كن طيبا بعض الشيء لأنني أتحدث مع صديقة لي. لو أنك فقط تعرفين ماذا يقوله بذلك البوق، أقسم بأنه هشم كل عظمة من عظامه مرة أخرى لو أخرجوه من الجب. وأفعل نفس الشيء مع زوجي فيما أنا منشغلة بتحطيم عظام أخي. هل سمعت كيف يتحدث معي على الهاتف؟ يقول أنه سيلكمني على أنفي. أنا يصفعني زوجي على أنفي ويقول أنه يفعل ذلك بدافع حبه لإلي. أنا أفعل ذلك ببساطة لأنني أعبده. علي أن أرعاك كالطفل المدلل. الضرب طريقته المفضلة في رعايتي. يرسلني ضربا إلى عالم الأموات ويريد بعدها
من أمري، ما إذا كنت أرغب بذلك أم لا. علي أن أكون مستعدة تماما، جنس فوري مثل النسكافيه الجاهز، ذاب أو معتد لطائع مغتسل وخرقاء، وكل ما يهم هو أن أكون قادرة على التنفس، والأدهى من ذلك أن أطلق بعض التنهدات بين الحين والآخر. آه 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 آه. به، ولكي أكون منصفة حقا، لم أكن مندمجة تماما. أقول لك لم أكن مندمجة على الإطلاق، لا أشعر بأي شيء مع زوجي. لا أستطيع. لا أستطيع أن أبلغ. نعم، أنا عاجزة عن التقاط المفردة الصحيحة. نعم، هذه هي المفردة، هذه هي الكلمة الصحيحة. كلا، إنها ليست كلمة، إنها مصطلح علمي. هزة الجماع. لماذا ترن في الأذن وكأنها وحش مرعب؟ نفس الحال معك؟ هزة الجماع هي مفردة. لماذا لم يطلقوا عليها تسمية أخرى بوجود كل هذا العالم الزاخر بالأسماء؟ ماذا عن كرسي؟ يسعك حينها أن تقولي بلغت الكرسي، وعندما تتعبين تجلسين عليه. لكن هكذا سيعتقد الآخرون بأنك تمارسين أشياء قذرة. عن إذنكم بدي أشرب مي.